السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما هو المعلوم منذ أيام هناك خلافات بين الجزائر والمغرب حول المشاركة في الأمم الإفريقية، كأس الأمم الإفريقية للمحليين، حيث أن المغرب أصر على السفر من المغرب إلى قسنطينة عبر الخطوط الملكية الجوية، الراعي الرسمي لرحلات المنتخبات المغربية. وكما تعرفون أن هناك خلاف بين المغرب والجزائر حول العديد من القضايا السياسية، وبموجبها تم إغلاق الحدود الجوية والبرية للجزائر في وجه كل ما هو مغربي، حيث طوقت نفسها وعزلت نفسها عن العالم بمفردها. ولأول مرة ألاحظ أو أشاهد أن دولة تغلق المجال الجوي والبري على جاره. وبهذا الصدد منعت الجزائر الطائرة المغربية التي مخصصة لنقل المنتخب الوطني المغربي للمحليين للمشاركة في كأس إفريقيا، وهذا يعتبر أمر خطير بإدخال السياسة في الشؤون الرياضية. لكن القجع، وكما هو المعلوم كما يقول الإخوة المصريين، الدماغ الشغالة ما بتنامش. الجيران اللي ما كيسواوش، أو الجيران اللي ما كيسواوش غيتسناو شي حاجة سميتها كان 2025، وهذا الشيء بسبب فتنة القجع، لأن الجزائر معولة على تنظيم كأس إفريقيا للمنتخبات الأولى في 2025. غير ينساو هذه القضية هذه، لأن القجع قد اصطادهم إن صح التعبير ووضعهم في ورطة تامة، وهذا الشيء بسبب فتنة القجع. دار لهم أحسن سيناريو صيدهم به. أولا قدم طلب ترخيص لرحلة مباشرة صوب قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الجوية الملكية المغربية، الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية المغربية، وخرج في بلاغ رسمي يأكد فيه استعداد المنتخب لخوض غمار هذه المنافسة في انتظار تصريح من الجزائر. اليوم بعد مسألة قرعة كأس العالم للأندية اللي غيكون في المغرب، برمج الرحلة في تأكيد صريح على أن المنتخب ما انسحبش من هذه البطولة، وإنما منضمين للشان اللي عندهم حسابات بعيدة عن كرة القدم، وما يستاهلوش تنظيم أصلا هذه النسخة. هم مخالفين لقانون الكاف ولقوانين الفيفا. اليوم بعثت للمنتخب المحلي المغربي بمطار الرباط سالة الدولي ضربوا تصويرات في حضور الصحافة، ولكن ماشي هذا هو إن صح التعبير، ماشي هذا هو الأساس، أو ماشي هذا هو المهم اللي غنقول لكم اليوم في هذا الفيديو. لأن القجع تحين الفرصة وتعمد يجيبها لاصقة مع وصول رئيس الفيفا والكاف انفينيتو وموتسيبي، لأنهم حضروا في قرعة الموندياليتو. يعني فاش جاو هاد جوج رؤساء، رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الافريقي، اللي حضروا القرعه ديال كاس العالم للانديه، المغرب تعمد انه يبرمج رحله الى الجزائر باش يجي انفينيتو ويجي السيد موتسيبي يشوفوا ان المغرب مستعد انه يمشي ياخذ غمار المنافسه، وبان الجزائر هي اللي ما عطاتهمش تصريح باش يمشيو. اجيو تشوفوا بعينيكم، احنا واجدين كنتسناو في التصريح، هما ما عطاوناش التصريح، وحنا واخدين اللقب في نسختين السابقتين. يعني احنا هما البطل، يعني بدل بلد جار هزهم الماء في اي تنظيم اخر. يعني ما ينساو شي حاجه سميتها الكان 2025 المنتخبات الاولى، وغيتمنع عليهم تنظيم اي منافسه قاريه في السنوات الماضيه. وهذا كله دهاء من السيد فوزي القجع. الجزائر لان عندها تفكير عسكري، ما كيعرفوش، لا عندهمش دخل في الرياضه، ما عندهم دخل في هذا الشيء، لان العسكر كيدخل راسو كيدخل نيفو في اي حاجه، ما كيعرفش بهاد القوانين. حنا عندنا رجال في السياسه يسيرون الرياضه، لهم دهاء سياسي، لهم فطنه،
يعني العسكري كتجيبو كتحطو في واحد الدومين ما كيعرفش هو، العسكري كيعرفها بق كيعرف السلاح فقط، ما كيعرفش انه غادي يتعامل بفتنه ورزانه، ما كيعرفش هادشي، هو كيعرف غير العنف بق كيحمي واحد النطاق، واحد المجال ديالو فقط. هذا هو اللي كيعرف العسكري، كيعرف العسه، كيعرف انه يبقى سهران ليل ونهار باش يحمي واحد التراب الا دخل شي واحد كيتيري فيه. هادشي اللي كيعرف العسكر، ما كيعرفش ما هو دبلوماسي، ما هو ذكاء، ما هي الحيلة، ما هو بعض الأمور ما تعرفهاش العسكري. لهذا دائما الجزائر تفشل ضد المغرب في أي نزال دبلوماسي. وشكرا لكم في فيديو جديد. المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس، لأن القناة أصبحت لها تفاعل ضعيف جدا، لأنه مقارنة مع التبليغات اللي كيبالغوا علينا الجزائريين، يعني القناة طاحت وتعرضت واحد السقطة يعني قوية جدا. المرجو دعمنا لنواصل الدفاع عن وحدتنا الترابية والدفاع عن بلدنا الشريف.